برضو نده لي الاستاذ ممدوح الليثي الله يرحمه، فرحت فلقيت سعيد صالح قاعد، قلت ايه هنعمل مسلسل مع بعض بقى، شغالين سينما مع بعض بالصبح. ايه يا فندم المطلوب؟ قال مسلسل جاسوسيه عن انشراح وابراهيم، يا نهار اسود ومنيل، انت حضرتك بتهزر؟ قال لي لا بالعكس، انا عندي بوينت اوف فيو او وجهه نظر انه اجيب 2 خفاف على القلب علشان الفداحه بتاعت الجريمه تو ماتش يعني. فقلت لسعيد كمان نجح جدا. ايه؟ نجح جدا. الحمد لله يعني ربنا كتب يعني. فقلت لسعيد هو انت هتعمل المسلسل ده يا سعيد؟ قال لي قلت له ليه؟ قال لي اصلا انا عليا فلوس للتلفزيون فبعمل له خلوص حق، بدل ما يدوني جردل وخيشه واقعد امسح المبنى هنعمله خلوص. قلت له طب وانا مال ذنب اللي خلفوني، انا مال يعني؟ قال لي خلاص بقى هو اختارك وهنلعب حلو مش عارفه. عملنا المسلسل طبعا وانت جوه بقى ومعاكي الرجال اللي اصحاب القضيه، اصحاب الملف نفسهم، من اعظم الرجال اللي هم جابوا القضيه نفسها، الضباط العظماء يعني بتوع المخابرات، فبناخد منهم تفاصيل فيما هو مسموح به، يعني مش كل الحاجات مسموح بيها، لكن هم ورونا الهياكل بتاعت الناس دي جدا. واحنا يعني على قد ما قدرنا ان احنا ما نبقاش قاتمين قوي، عشان هم في الاصل طماعين ومعفنين وكده يعني، ركزنا على المعفنين ده عشان يعدي المسلسل يعني. بقى بس يعني مش اي حد يقدر يعمل يعني انت بتبني علاقه مع جمهورك عشان تعملي جاسوسه، لازم تبقي وقتها عارفه الاليمنتس بتاعتك هتمسكيها ازاي عشان ما يكرهوكيش بعد العلاقه اللي انت عملتيها. وزمان لما كنا بنتفرج على اي ممثل نقول لا انا كرهته في الفيلم ده، انا حبيته في الفيلم ده، وده كان معناه ان هو اتقن جدا الدور. فما خفتيش من اللحظه دي؟ يعني ما خفتش قوي، اتكلت على الله، لانه في الاخر احنا يعني لازم اراهن على وعي الناس حتى ولو كان مش كل الوعي.